السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب وطالبات الثانوية العامة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة البهارات في لغة الفرنجات وشرح مادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة عموما والثالثة ثانوي خاصة. النهاردة إن شاء الله هنستكمل مع بعض الإنجليش جرامر ومهارة مهمة جدا وهي قواعد اللغة الإنجليزية وإزاي نبقى فاهمين إنجليش عشان لما يجي لنا أسئلة المالتيبل تشويسز والاختيار المتعدد نعرف نحل صح، حتى لو كانت الأسئلة مش مباشرة، محتاجة طالب فاهم مش طالب حافظ وخلاص. النهاردة معانا في الحلقة الثانية ال differences between ال present continuous وال present simple، لأن في طلبة وطالبات كتير بيبقى عندهم المشكلة دي إن هم يفرقوا ما بين ال tenses وما بين الأزمنة، فحبيت إن أنا أبدأ منها عشان نزيل الغموض اللي ممكن يبقى عند بعض الطلبة والطالبات. وسريعا هنبدأ إن شاء الله على بركة الله. معاكم أحمد أمين، مدرس الإنجليش للثانوية العامة ومعد المادة بجريدة وقناة الوفد التعليمية والمحاضر بقطاع البترول. هنبدأ إن شاء الله على بركة الله النهاردة ال present continuous and present simple، المقارنة ما بين المضارع المستمر وما بين المضارع البسيط. طيب بنقول هنا ال present continuous I'm doing، ال present simple I do. طبعا في كتب كتير في الانجليش سورسز ومراجع اللغة الإنجليزية بتحب تسمي ال present simple present، فلو أنا لقيته simple present أو present simple ما عنديش مشكلة. فدي الفكرة إن أنا أبقى فاهمه صح، والزمن ده بيبدأ إمتى وبيحصل إمتى وبيحصل بناء على إيه، نبقى إحنا فاهمين كويس. ال present continuous اللي هو المضارع المستمر. We use the continuous for things happening at or around the time of speaking. The action is not complete. بيقول هنا إن الحدث في المضارع المستمر بيبقى بيدور على actions أو أحداث أو أشياء بتحصل دلوقتي أو حوالين وقت الكلام عنه، يبقى بتحصل وقت الكلام عنه أو around ده. وإن الأكشن، إن الحدث اللي بيكون بيحصل لم ينتهي بعد، لأن أنا بقول I've started the action, I'm doing it, I'm in the middle of doing it and the action is not finished yet. بدأت الحدث وأنا في منتصف الحدث بعمله دلوقتي وإن الحدث لسه ما خلص. ده المفهوم الطبيعي لل present continuous. مش لازم أقول هو الحدث اللي بيحصل دلوقتي وقت الكلام عنه وفقط، لازم أبقى أنا فاهم إن هو بدأ، طالما هو بيحضر دلوقتي يعني بدأ في الماضي وبيحصل دلوقتي ولسه مستمر معايا، لأن هو من اسمه إيه؟ present continuous، مضارع مستمر. تمام، يبقى ده أول جزئية في المضارع المستمر. بالنسبة لل present simple I do، we use the simple for things in general. بنتكلم على ال actions in general في العموم، or things that happen repeatedly or repeatedly. الحاجات اللي هي بتحصل باستمرار، الحاجات اللي هي بتحصل بالتكرار، الحاجات اللي بتحصل in general. كل الكلام ده هو ال present simple. يبقى لو حاجات بتحصل باستمرار أو بتكرار أو في عموم أحداثها بتكون بتحصل in general أو happen repeatedly وفيها تكرار زي الروتين اليومي والأحداث اليومية المتكررة، هي دي ال present simple. غير لما أقول إن في حدث بيحصل دلوقتي وقت الكلام عنه مستمر، هيكون ال present continuous. يبقى دي أول جزئيتين. هنا بالنسبة للشرح الثاني بالتصوير الجميل اللي موجود قدامنا بيصور لنا إن في السهم معانا أنا معايا أول حاجة بتبدأ في الأكشن في الباست في الماضي وناو دلوقتي وفيوتشر. فلو أنا هتخيل إن أنا معايا باست وناو وفيوتشر، ال present continuous هيبقى بيحصل now. I'm doing now. لكن هنا في ال present simple في المضارع البسيط لو قلت past وناو وفيوتشر هيبقى الحدث مشتمل على كل الفترات ان هو بيحصل في الماضي وبيحصل في المستقبل وبيحصل دلوقتي، لان هو حاجة repeatedly، حاجة بتحصل بالتكرار و daily routine وروتين يومي زي ما بنقول. ده المضارع البسيط. طيب بالنسبة للإكزامبلز اللي موجودة معانا اللي هتوضح لنا أكتر الكلام اللي احنا بنقوله، بنقول the water is boiling. the water is boiling. وباي ذا واي عشان أقول كلمة the water بنطق صحيح
بالبريتش اكسنت او بالامريكان اكسنت انا معايا هقول the water او هقول the water. the water او the water ده بالبريتش والامريكان الاساسيين. ممكن تكون بتسمعهم بينطقوا في اكتر من لكنه، متفرعين برضو من البريتش والامريكان، لكن احنا هنا بنقول على الجنرال the water او the water. طيب can you turn it off؟ الميه بتغلي، ممكن تطفي عليها او ممكن تطفيها، يبقى the water is boiling، يبقى الميه بتغلي دلوقتي. لكن هنا انا بتكلم بقول water boils at 100 degrees Celsius، يبقى water boils انا بتكلم عن الميه عموما بتغلي عند درجه حراره 100 درجه سيليزيوس. طيب listen to those people. What language are they speaking؟ اسمع كده الناس دي وقول لي ايه هي اللغة اللي هم بيتكلموا بيها دلوقتي. يبقى انا عايز اعمل listening at the time of speaking، وعايز اشوف what are they speak for language، or what are they speaking in language. هنا هقول excuse me do you speak English؟ بتكلم عن العموم، هل انت عموما بتتكلم English؟ يبقى هنا ده وقت الكلام عن الاكشن، وهنا ده in general. Let's go out، يلا نخرج دلوقتي. It isn't raining now، ما بتمطرش خالص دلوقتي. هقول it doesn't rain very much in the summer. هنا دي معلومة fact، يبقى لما تكون fact، لما تكون repeated actions أو daily routines، كل ده مع ال present simple يا جماعة. It doesn't rain very much in summer يعني مش بتمطر كتير في الصيف. عفوا. I'm busy. What are you doing؟ I'm busy. What are you doing؟ انت بتعمل ايه دلوقتي؟ انا مشغول. طب انت بتعمل ايه دلوقتي؟ طيب what do you usually do at the weekends؟ هنا بسأل على العموم، في الويكندز انت بتعمل ايه عادة في كل ويكند؟ I'm getting hungry. Let's go and eat. خلاص انا بقيت جعان، يلا نروح وناكل. لكن هنا في present simple I always get hungry in the afternoon، بيتكلم على طبيعته اللي هو عليها ان هو دايما بيجوع في وقت الظهيرة او afternoon بعد الظهر. Kate wants to work in Italy so she's learning Italian. بما ان هي عايزة تشتغل في ايطاليا فهي بتتعلم في الفترات اللي احنا فيها دي لغة ايطالية. لكن هنا بقول ان most people learn to swim when they are children. بتكلم على fact عموما ان معظم الناس بتتعلم ازاي تعمل سباحة لما بيكونوا لسه أطفال، بنعلمهم السباحة. دي بعض الفروق لحبايبي في الثانوية العامة ما بين ال present continuous وال present simple عشان نفهم English. لو أنت فهمت كويس English من المراجع والمصادر الخاصة باللغة الإنجليزية زي كتاب محترم في English Grammar in Use، كتاب معتمد دوليا في تدريس اللغة الإنجليزية، هتبقى فاهم الأسئلة اللي جاية لك إن شاء الله عاملة إزاي. وتباعا زي ما قلت بنتابع مع بعض كده الفيديوهات عشان خاطر نبقى احنا داخلين لثالثه ثانوي للعام الدراسي الجديد 2023، داخلين ملناش حجه، داخلين اقوياء و start strong to get your fruit of learning. عندنا معلومه مهمه جدا حابب برضو ان انا اقولها لكم، كلمه always. I'm always doing something has a different meaning. For example لما بتكلم على كلمة always، عارفين طبعا معظمنا ان always من ال keywords that related to present simple، من الكلمات اللي بتشير الى المضارع البسيط. طيب هل always بمفهومي الجنرال العام للانجلش ممكن تيجي لل present continuous؟ بيقول لك ايوه ممكن تيجي لل present continuous بس بيبقى ليها معنى اشمل شوية. بقول I always do something، ده الطبيعي اللي هو I do it every time. لما اقول I always do something يبقى I do it every time، انا بعمله كل الاوقات. I always go to work by car، يبقى دايما بروح الشغل بالعربية. not I am always going، مش هقولها كده. I'm always doing something has a different meaning بقى. طب ايه المعنى المختلف لما اجيب I'm always واجيب بعد كده الجيرند الverb plus ing؟ نركز كويس. ليها معنى تاني، بيقول I've lost my pen again. لما يكون واحدة زي دي مهملة شوية فدايما بيضيع منها الحاجات، فضاع منها القلم تاني، معنى كده ان هو كان بيضيع قبل كده. عفوا. I am always losing things. هي دايما بتضيع حاجاتها.
هي دايما بيضيع منها حاجاتها وبتفقد حاجاتها. فهقول ايه بقى عشان اعبر عن الكلام ده؟ نركز كلنا في الاكزامبل اللي موجود قدامنا. I am always losing things. I always or I am always losing things معناها I lose things very often. غالبا ما بيضيع منها الحاجات. Perhaps too often or more often than normal. يعني ربما يكون غالبا جدا كتير جدا اكتر من المعتاد، اكتر من الطبيعي. يبقى ده هنا استخدام always لما هستخدمها مع ال present continuous لما الحاجة بتبقى بتتكرر يعني بطريقة فوق الوصف، حاجة فوق الطبيعي، حاجة بزيادة خالص. يبقى دي هستخدمها مع ال present continuous و am و is و are plus a verb plus I N G. عندنا examples تانية عشان نكمل بيها ونختم بيها الحلقة النهاردة. You're always watching television. لما يكون واحد دايما قاعد، اللي هو بنسميهم كاوتش بوتيتو، حزب الكنبه، او اللي هم قاعدين دايما على التلفزيون، وزي الاعلانات اللي كنا بنشوفها يقول له ايه ببطن رجلك ولا بوش رجلك، وهو قاعد ملوش في التدريب خالص وقاعد بيتفرج على المطوشه. فدايما ايه كاوتش بوتيتو كده، ويا دوبك بس بيتفرج على الرياضه ويقعد يتكلم فيها كتير. فالاشخاص اللي بيفضلوا يتفرجوا كتير قوي على التلفزيون دي واحنا عايزين نوصف حالهم فبنقول you're always watching television. You should do something more active. لازم تعمل حاجة أكتر نشاط من الكسل اللي أنت فيه. إن أنت you're always watching television. You watch television too often. لما بتستخدموا المشاهدة للتلفزيون بطريقة يعني فوق الوصف، يعني تكاد تكون around 90% ولا 90% من وقتك بتتفرج على التلفزيون، فأقول له you're always watching television. لما أقول Tim is never satisfied, he's always complaining. الأشخاص اللي هم دايما بيشتكوا، دايما بيشتكي، فتم غالبا يعني ما بيبقاش أبدا مرضي. فأقول له أوصفه بقول he's always complaining. دايما شكاي، دايما بيشتكي. He complains too much. يبقى هو بيشتكي كتير جدا. وبالتالي استخدم هنا معانا الكلمة اللي هي always. دي كانت بعض الإشارات للفروق ما بين ال present continuous المضارع المستمر وال present simple، عشان يا حبايبي لما جالكم في المالتيبل تشويسز والاختيار المتعدد في الامتحانات ما نبقاش احنا قلقانين. حتى لو كنتوا قبل كده في السنوات اللي فاتت متعودين ان 1 زائد 1 يساوي 2 وعايز تدخل تطبق الرول، ومين اللي بياخد اس ومين اللي بياخد دي ومين اللي بياخد اي ان جي وتحطها وتلزقها، الكلام ده زي ما احنا شايفين في كل الامتحانات ما بقتش موجوده الا عدد قليل جدا 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 من البوينتس الموجوده في الامتحان. فنركز وبي سترونج وستارت سمارت عشان ان شاء الله تبقى سنه تحققوا فيها اهدافكم بنجاح، وربنا معاكم ويوفقكم ان شاء الله. كان معاكم احمد امين، واشوفكم في حلقات جديده. تابعوني وما تخليش الفتره الصيفيه دي تعدي منك هوا، لكن ركزوا فيها كويس. واشوفكم في حلقه جديده من البهارات في لغه الفرنجات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.